السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. فيديو اليوم غادي نقدم معكم حلوة الكعبة بالتمر، واللي غادي نخليكم تعرفوا على المقادير ديالها. بالنسبة للمقادير فغادي نحتاجوا 200 غرام زبدة، واحد البيضة، نصف كأس ماء زهر، كأس سكر ناعم سكر كلاصي، كأس زيت. الفرينة يعني غادي نحتاجو 500 غرام، ويمكن لنا اكثر او اقل على حسب نوعيه الدقيق. وغادي نحتاجو واحد القبصه ديال الملح. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير الكامله، لا نتاع التمر ولا نتاع العجينه، والخطوات باش نحصلوا على الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. في الاناء اللي غادي نعجنوا فيه غادي نوضع الزبده، كذلك غادي نضيف السكر وغادي نخلطها مع ديك الزبده مزيان حتى يتجانسوا ليا، وغادي نضيف كذلك البيضه ديالنا وغادي نحرك، نبقى نخلط حتى يتجانس لنا. نضيفوا كذلك الزيت الملح ونخلطوا مزيان. في الاخير غادي نضيف كذلك ماء زهر ونخلط كذلك. اخر مرحله غادي نبدا نضيف الفرينه شويه بشويه حتى يتجمع لنا الخليط. كما قلت لكم انايا فت شويه 500 غرام، يعني على حسب نوعيه الدقيق. يمكن لكم تستعملوا اقل ويمكن لكم تستعملوا اكثر. صافي هكا بقيت كل مره نضيف شويه الفرينه حتى نحصل على العجينه القوام المطلوب ديال العجينه. صافي كما كتشوفوا فاش جمعت العجينه غطيتها بالسلوفان وخليتها على جانب. وغادي نتعرفوا على المقادير. عندي هنايا شريت التمر معجون مطحون، كذلك غادي نحتاج جنجلان، واحد المعلقه ديال الزبده، القرفه، وغادي نحتاجو كذلك ماء الزهر. اول حاجه غادي نوضعوا في الاناء التمر، وغادي نضيف له الجنجلان، القرفه والزبده، وكذلك شويه ديال المازهر، وغادي نبدا نعجنو مزيان وندلك فيه حتى يدخل لي فيه داك القرفه وديك الجنجلان ويتنسم لنا مزيان داك التمر. نبقى ندلك فيه حتى يطوعني، ونبدا نحربل فيه هكا على شكل اصابع على حسب الكعبه، على حسب العبار ديال الكعبه اللي غادي ديروها. صافي مشيت هكا بهذه الطريقه حتى غادي نكمل كاع التمر اللي عندي، الكميه اللي عندي. وهنايا جبت العجينه وورقتها بالوراق، وكما كتشوفوا قطعتها على شكل دوائر، وبديت كنوضع التمر ديالي في الوسط وكنصاوب الكعبه. سمحوا لي هنايا يمكن ما كنتش ملاحظه باللي الفيديو ما كانش شاد لي سطح العمل مزيان، فما كنتوش كتلاحظوا الطريقه، وانما كنوضعوا الكعبه في وسط العجينه وكنبداو نشكلوها على شكل كعبه. راكم كلكم تبارك الله النساء المغربيات راه لا يعلى عليهم في الطبخ وفي الحلويات المغربيه. اي وحده راه كتعرف تشكل الكعبه. صافي بقيت غاديه بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو حتى كملت جميع العجينه اللي عندي، لا نتاع التمر ولا العجين. بقيت غاديه بهذه الطريقه حتى كملتهم كلشي. بالنسبه للطريقه اللي كنديرها انا، كنضغط على الكعبه فاش نوضع التمر نبلعها مزيان. من بعد ديك البلاصه اللي بلعتها ما كنخليهاش من الفوق، كنرجعها من التحت، عاد كنرجعها من التحت، عاد كنبدا نشكل الكعبه ديالي هكا باش ما تنحلناش وتفكع لنا. وصراحه هاد الحلوه راها كتجي رائعه وهشيشه وزوينه بزاف. وكاين الناس اللي كيطيبوها يخليوها هكا يكتفيو بها هكا فقط، وكاين اللي كيفندوها في السكر. فانا هاد الكعبه درتها خصيصا للناس طلبوها مني وما باغيينهاش بالسكر كلاصي، فلهذا استعملت السكر في العجينه. وانما الناس اللي كيفندوها في السكر فما يحتاجوش يديروا السكر في العجينه ابدا.
من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله دخلتها للفرن. طيبتها، ما خليتهاش تحمر بزاف، مع انا ما غاديش نفندها في السكر كلاصي، حمرتها شويه من التحت خليتها عطات واحد اللون مذهب من الفوق وحيدتها. سمحوا لي ما كنتش كنصور، ما عرفتش علاش كيفاش صرا لي وقع ما تصورش ديك المرحله، ولكن ماشي مشكل، غادي تشوفوها ان شاء الله فاش غادي تخرج من الفران. صديقاتي اصدقائي، ها هي الكعبه ديالنا واجده. سمحوا لي فاش طيبتها درتها في الصينيه ودخلتها للفران، نسيت ما صورت لكم، شي مره كننسى بلي راني كنصور. مهم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لواحد الملاحظه غادي نقولها لكم صغيره، كاين اللي كيدير لها سكر كلاصي، انا ما درتش فيها سكر كلاصي، فلهذا درت السكر في العجينه. وانما اللي بغى يفندها في سكر كلاصي خاصو ما يديرش السكر في العجينه هكا باش ما تجيش حلوه بزاف. المهم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها كتجي هشيشه ورائعه، راها في الساعه كتفتت. خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات. ما تنساوش تلايكيو هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم، واللي اول مره اكتشف القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم اي جديد كنحطو في القناه ديالي. نقول لكم تهلاو في راسكم، نشوفوا في فيديو اخر، الى اللقاء.